توفي يوم السبت 6 يوليو 2024 أيقونة من أيقونات الكوميديا المغربية مصطفى الدسوقين عن عمر يناهز 82 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. وقد حضر تشييع جنازته العديد من الفنانين الذين رافقوا الدسوقين خلال رحلة عمره. ولد مصطفى الدسوقين عام 1942 في الدار البيضاء، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح مع فرق مسرحية أبرزها فرقة المسرح الوطني محمد الخامس وفرقة مسرح اليوم، مازجا وقتها بين الكوميديا والدراما. واستمرت مسيرته الفنية في عالم التمثيل لنحو 40 عاما، وترك وراءه إرثا فنيا ضخما امتد على مدى 4 عقود، حافلا بأعمال أحبها الجمهور وخلدتها الذاكرة، مما جعله أحد أعمدة الفن المغربي. من بين هذه الأعمال الهاربان، ودموع الرجال، وعائلة السمربوح، ونسيب الحاج عزوز، و6 من 60. وفي عام 2017 توارى الدسوقين عن الأنظار بعد وفاة ابنه ثم زوجته. كانت هذه الأخيرة سنده والداعم له، وساعدت في شهرته في بداية مسيرته الفنية، وكافحت معه لمدة 50 عاما. فكان هذا المصاب صدمة كبيرة دفعته للابتعاد عن الأضواء والاعتزال في منزله، وغاب عن الساحة الفنية تماما، باستثناء حضوره في مهرجان مراكش للضحك، حيث تم تكريمه على إبداعاته الفنية الرائعة ومساهمته القيمة في إثراء الفن المغربي. رحم الله الفقيد، وإن لله وإنا إليه راجعون.